يشد روحكم مليح. شغل فيديو يا خليفه. اتحداكم حتى واحد ما عنده هذا الخبر. حكايه تاع رؤوف بالقاسمي راهي تعاودت. خبر فريم ماشي شباب صباح ربي. اعتقال احد مناصري اتحاد الجزائر. 74 معتقل من الجزائريين في المغرب. ما يكونش في يكون في قانون قوي جدا جدا ان اي حد يتعدى ويسيء ويكسر ونشوفه بيعمل حاجه زي كده يترمي في السجن. حرمان فريق اتحاد العاصمة من جماهيره في مباراته أمام الزمالك في الجزائر. وهذا ما حدث في نهائي كأس أفريقيا راه حدث. نعم برافو عليك. هذه النتيجة وراه هذا هو المفهوم. لابد من السلطة المغربية الضرب بيد من الحديد وإنزال أشد العقوبات للمتورطين في هذا الأمر. بيكاسو تراجع إلى المرتبة الثانية. والله ما سمعت. كيف احنا الجزائري العورة تاعه بانت شرف الله وقدركم اخوتي المغاربه كل احترام لكم. ويجي الجزائري يتبجح ويقول لك يا ضربنا المغربي بالسلطه في ظهره. ما يمكنش لا ولاد اسفي الهضره. ولاد اسفي داروها بصح ورسموها عندهم في الحيط في مدينه اسفي. رواج الفيديو اللي فات تاع السبت تاع اتحاد العاصمه في المباراه ودرت فيديو جيت نقدم الاعتذار للشعب المغربي اللي هاج في كومونتير وشبهونا سبان. الناس اللي مستغربين انه ايت بكر ما حشموش من الصوره ديال المشجع ديالهم اللي تهبط ليه السروال في التيران. انا شفت الصوره ما تيقش مشيت سولت قالوا لي بري هذاك اللي هبطوا له السروال في التيران. المرار كيشبعوا ضحك علينا. سولوا على ولادكم اللي غادي يصيفطوه لكم عندهم هنايا معلق البوشون تاع لاسيغون ولا البوشون تاع كوكاكولا لان هاد قله التربيه اللي ما تيعاقش عليها لاحقا النظام ديالكم حنا في المغرب تيعاقب عليها. رجال اسفي حيدوا بيكاسو من المرتبة الأولى. هيا نضحكوا كامل هي. لا ود احمد. طلب طرد القنصل الجزائري من المغرب بعد احداث مباراه اسفي. يا خوتي راهم حاقريننا في افريقيا، راهم حاقريننا يا خو في افريقيا، راهم يمشيونا بالكذب. شوفوني لهم في الليل شاد حجركم الصفناط. إحصائية عالمية بتقول أن 99% من الشعب الجزائري يفضل العيش في الحراش في المملكة المغربية هروبا من الواقع في الجزائر. البوال تعقلوا عليه. ايوا بالقاسمي القوس راح وراه رجع للجزائر غير واحد السطوريه كيتمشى فيها وبانت لي المشيه ديالو بحاليله شويه ماشي طبيعيه. انا كنشوف القجع الدقراوي راهو يا ابن عمي راهو داير حاله في الجزائر. رجع داير حاله في الجزائر يا ابن عمي. حقرونا. رسميا الرئيس الامريكي دونالد ترامب يأمر الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون بتفكيك مخيمات تندوف. المتحده الامريكيه ماليش زريبها. اذا الحقيقه تقال ان احمد عطاف نحاولوا السروال. يا اخوان الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يجعل لكم القدم بألف حسنه. المهم بولوس قال لعطيطيف هاد النزاع ديال الصحراء المغربيه خاصنا نساليوه دغيا. عندكم واحد من الجوج، يا اما تفككوا مخيمات يا اما التصنيف الكبابي. الحمد لله وصلنا الحلقه الاخيره ديال مسلسل الصحراء الغربيه المغربيه. الجزائر هنا بلد في العالم طاقوي، الطاقه المائيه، الطاقه الشمسيه، والشمس الجزائر صافيه. انا اللي ما يحشم ذاك الحاجه اللي تبعك عليها العرب اعطاو رب. انا عامل بداقب ها. والبنود النابعات في قوات يحضرنا حياه الاومالات عقدنا العزم ان تحيا الجزائر. تشهدوا تيرين تيرين. يعني المغرب غنبقاو نعطيوك في البنين كي تقول بارك قولي شاطت عليك كولا. لماذا الجزائر عندها الحديد والاخرين ما عندهم؟ درنا الحديد السماوي. الله يداوي مالين الحال. طلب التسليم تواش بعقلكم ومبسطين نهار على نهار كنتاكد بلي ماشي 10 في عقل كلكم بالرئيس ديالكم مجموعين في عقل واحد. والله يا خوتي غير على بالي بها، غير على بالي بلي حيحكموا واحد ولا زوج ماذا بين الاداره تاع اتحاد الجزائر على راسي مسالغ ماذا بينا ما يسمعوا في حتى واحد ان شاء الله بربي. وحنا نعرفوكم اصلا انكم ما متربيينش بان في مصر شدوكم ودقوكم وحقروكم وهرسوا لكم حتى اللعاب وهرسوا لكم واش باش داروا فيكم من قله التربيه ديالكم. في تونس نفس الشيء ضربوكم وحقروكم وخرجوكم. في السنغال انتم كنتوا تشكاو قبل ما يوليو احبابكم كانوا ضربوكم وحقروكم. نفس الشيء وقع في الكوت ديفوار. في اي دوله تشوف فيها تصوص وجهكم. اللي يثبت الكلام ده ان احنا شفنا جماهير ملثمين لافين حاجات كده على وشهم كتير جدا وبيبلطجوا وبيكسروا وزي ما يكون حرب. حكم المباراة أدان الجماهير الجزائرية. ويجب على الكاف أيضا اعتبار الفريق الكونغولي منهزما في المقابلة، ويجب إعادة النظر في الاستقبال ديال هذه الكراغله في المغرب. وعلى هذا الأساس سيتم حرمان جمهور أو سيتم حرمان فريق اتحاد العاصمة من جمهوره في مباراته أمام الزمالك في الجزائر. وهذه هي الرسالة وهذه هي الميسيون.
راه ولا خلات ما شوفوا معايا الفيديو ونرجع نقول لكم علاش. قال حقرونا 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 واش داك العبد ما ولد بيني وبينكم هذا المشيه اللي في طبيعيه ما فهمتش انا علاش حسيت برجلي بحال الا فيهم شي مشكل. مع انه على فكره ضربتهم منين رجع سكت ما تكلمش على شنو وقع. تما في نظركم شنو يكون وقع؟ لا شيء. ولكن راه الصراحه جات ناضيه اجمل من الموناليزا. شو كي جات التصويره هذه راه غتبقى في التاريخ. شكون خير جابك دقه في ظهرك وتبرا ولا العوره تاعك اللي ديما غيبقاو يشوفوها الناس؟ شرف الله وقدركم يا خوتي مجددا. فكيفاش بغيتهم في 2026 ديك الصوره غادي تاثر فيهم ولا غيبقى فيهم الحال؟ هذه اللوحه اللي كتشوفوها على جدران احد المنازل في اسفي تصنف كاحسن صوره او كاحسن لوحه رسمت في التاريخ. هذاك اللي المغرب كله 48 مليون نسمه شافت له الحلوه ديالو، رسموا له داروا له تيذكار في اسفي. ها هو تيذكار رسموه له في اسفي. ها لوحه فنيه تصمات له في اسفي. الكونغرس الامريكي يستعد للاعلان عن تصنيف جبهه البوليساريو كمنظمه خارجه عن القانون الدولي. عطيتيه شلاتو الخلعه بدا كيقول ليه عندنا واحد المنجم هنا، عندنا واحد الارض هنا، عندنا واحد الجبل هنا، الا بغيتي زعما والله ما داها فيه. الحمد لله يا ربي. دابا قالوا ليه عمي عبد المجيد قالوا ليه جمع شطايطك ما تباتيش هنا ولا تكوني منظمه كبابيه. واختار انا عقلتي منظم انا بغيتكم. وقالوا لي سيدي جمع هذيك كيلو الرمله وهذيك الخيمه المثقوبه وهذيك المعزه اللي عندها عقرون وهزي شطايطك ما تباتيش هنا مداده. السخانه هذه ولا شنو؟ نزيدوا شويه كليماتيزات باش يبردوا. حنا بلاد سياده وقياده وقانون. دوك هاد 74 معتقل الريح ما يقيسهم لا من طرف الكوميساريه ولا من طرف وكيل الملك ولا من طرف البوليس، وانما في الحبس. شوف راه اي كرغولي دابا راه خصو يجي للمغرب وداير لها السلسله والقفل. المغاربه راهم صعب. المغاربه راهم صاخ طعفات. هل دول جايين علشان يشجعوا نادي هم بيحبوه؟ لا والله، ده يدل ويثبت على ان هم جايين يدمروا ويخربوا ويكسروا. وده بناء عن مصدر قوي جدا هو ماهر جنينه، ومن الناس المعروفه جدا ان هو قريب من الاتحاد الافريقي، وان القرار هينزل في خلال ايام بسيطه جدا. تطبق من اجل خلق الفوضى، يعني الامر هذا ممنهج ومخطط له بعنايه. حنا دابا بعض المرات ديك النيه الطيبه ديالنا كنصحابوا على ان هادشي اللي تيحدث تنصحابوا انه راه تطورت الاحداث وكذا وخرج عن السيطره. كما هما كيفرضوا علينا الفيزا وكيفرضوا علينا كل شيء باش نمشيو لعندهم، حتى حنا يجب المعامله بالمثل. راه غتبقى في التاريخ، راه ما يمكنش. شتي داك الشيء علاش يقول لك زير الصمده. ها هو فين دايرين عليه داك الايموجي. يا لطيف يا لطيف. هذا ميساج للكراغله. شوفوا فوق ما تجيو للمغرب اجيو بعدا ديروا البركه هنايا. صور عيالاتهم ورجالهم عريانين في وضعيات مخله بالادب في الكتب وكيفتخروا بها. واش غادي يتقلقوا اننا شفناها ناصع بياضها؟ انا كنشوف انها لوحه ممتازه، كنقيمها على انها لوحه ممتازه. والسبب جيبوا معايا اخواننا السيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوصل الرساله للسيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ويدعوه لاحترام المواثيق الامم المتحده والتوقف عن دعم الميليشيات المسلحه. بيتين دوف. ومنين كان غادي بولس ويرجع قال ليه بلاتي ترامب تيقول لك مالي اعطيها اتساع، يعني هاد الشيء بدا كيتجمع ليهم. مداده يلا خويو علينا، لا باغي نديرو شي عرس في الصيف تم تنسناو. يلا جمعوا ما تصدعوناش في راسنا ولا دازو ضربوكم قولوا عاوتاني لاش ضربيه ولا ما شغلناش فيكم، ما عندكمش بزاف ولا جمعوا يلا تجمعوا دوك التراب. لا ما التصرفات هذه اللي تعمر الحباس. اللي يكون شارب الماء الخاسر كتخرج ليه واحد الالمانيا مسرحه تحلفي عليه يزيد في البوندسليغا. فين هي الرجوليه تقاسر الافريق؟ يلا جاوبوا. ولا كنتو رجال؟ الا كنتو رجال ما تطيحوا، واللي طيح الهضره راه غنقول ليه راك ود المركز. واللي تعدى الحدود وهادو غادي يذكروا الاخرين يقول لهم ردوا بالكم المخزن نقاو حنا المخزن ديالنا زوين مع المغاربه. لازم المغرب ما يكونش طيب معهم ابدا اطلاقا. اللي يدخل المغرب علشان يكسر وعلشان يعمل وضع بالشكل ده ما يكونش فيه تهاون. هادوك الناس راهم بدون شرف وبدون اخلاق. ونفرضوا عليهم الفيزا ونفرضوا عليهم جميع العراقيل اللي كيديروها في الفرق والمنتخبات اللي كتشارك عندهم في كونغوليا.
عمرك تحيد السمطه، حيدتي السمطه شفتي شنو وقع. اتونسيون منين تدخلوا للمغرب ديروا لها السريفه، السناسل المينوطات، بنيو عليها ديروا لها شي حيطه، جيبني عليها شي حويط. المغرب راه والله المغاربه تيدخل لك لمصارنك. السيد دخل بشي باتش، شوف شنو داروا لي تما على اساس انه من طاقم تقني، ولكن ملي كنجيو للقوانين ديال الفيفا هذا ماشي كلامنا حنا، ماشي راي ديالنا بغينا عجبنا ولا كذا. القوانين ديال الفيفا كتقول لك انه لا يحق لاي مسؤول دبلوماسي كيف ما بغى يكون لا ينتمي للطاقم الفني ان يكون على ارضيه الميدان او بالمنطقه المخصصه للمسؤولين. جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف تأوي الخارجين عن القانون والهاربين من العدالة والمسلحين الغير الشرعيين قد تتسبب في معاقبة الجزائر من طرف الأمم المتحدة ومن طرف الكونغرس الأمريكي. يوم البيت تقولوا لي واش دخل هذه في هذه؟ شوف كي كانوا يقولوا لنا تتميز الجزائر بموقعها الاستراتيجي. فينا فيها وهذيك الاحتفاليه اللي درتو تاع 50 سنه ديال العجاج والطراب وداك الشيء، 51 سنه ان شاء الله ديروها في وهران. مزيانه في وهران، في وهران واخا ما يكونش عندهم الماء في وهران ماشي مشكل، المهم احتفلتوا ما شاف علشان يستفزوا المغاربه وعلشان يكسروا ويدمروا ويخربوا ويوصلوا صوره للعالم ان المغرب مش بيعرف ينظم بطولات ولا مباريات. مسؤولين على المباراه ماشي مسؤولين ديال الدوله ولا كذا، ما عندوش الحق يكون تماك، ما يتواجدش فيها بتاتا. اذا هذا خرق للوائح ديال الفيفا. الان كيف قلنا حمله شعبيه شانيه للمغاربه لطرد القنصل من المغرب واعلانه شخصا غير مرغوب فيه. باش نوضح لك هذه النقطه، هذه القضيه ديال طرد القنصل الان هذا هناك سبب موجب، يعني لا دار المغرب هذا كاين قانون. هيا عبره لكم يلا، هيا لوحه تذكاريه من عند المغاربه، ديديكاس للكراغله. هاكو الديديكاس فين هو؟ الصوره راه مؤثره، ان الذكرى تنفع المؤمنين. واخا مخلي لكم تماك القريحه عندكم ما بغيتوش تتوبوا، خصكم الجديد ديال الفيرسيون 2026 هي فين هي. نرجع لكم محتوى الرساله. ايوا سيدي عمي مجيد، وصلت ديك الرساله خطيه من عند ترامب كاتبها ان انجلش. حنا درنا الترجمه في تشات جي بي تي. تشات جي بي تي شنو كتب لينا؟ هل مضيق ترمز كان مغلقا ام فتحوه المغاربه بمدينه اسفي؟ هادشي اللي كان مكتوب. حباش هيا جاي، يلا زين البولونات وبرانش الخيوط وكتر من السيما والزهر وهود. يلا قال لكم تبون كررها قال لكم تبون العشاء بشراطه. تحياتي للناس اسفي، ابونجور ديالكم، انتم رجال. بيس.